ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا تعالى وما اقول لكم على الساندوتش الرهيب ده. جميل، رائع رائع جدا. انا ما كان عندي مش كان عندي حاجه اعملها للفطار للاولاد، وقلت ايه، حمرت بطاطس وقالوا لي احنا يا ماما هناكل بطاطس بس، وقعدوا يزنوا ويعملوا. قلت برضو ما ينفعش ياكلوا بطاطس بس. قمت دعبست في التلاجة كده، لقيت عندي حبيتين طماطم قطعتهم سلطه وحته جبنه قديمه. قلت ماشي، كله ماشي يلا. وقرنين فلفل حبة جبنة موتزاريلا. قلت ماشي نعمل لهم اختراع كده. وهرست الجبنة وقلت ايه، الجبنة القديمة دي عشان محطش ملح، احط كل ساندوتش احط فيه حتة كده. اهي هي سايحة معانا خالص. هنحط بطاطس بقى على كل رغيف كده شوية. على فكرة كانت جميلة جدا وعجبتهم. بيقول لي لا ده مانيتاكو، لا ده ميني بيتزا، لا مش عارفة ايه، وقعدوا يخترعوا اختراعات كتيرة كده. بس هو في النهاية طلعت حاجة حلوة وعجبتهم اوي. اهون، اي حاجة عندك في التلاجة حطيها. انا حطيت عليه كده، هحط على كل واحد حبة جبنة صغيرة كده، عشان ايه مش عايزة احط ملح ولا احط حاجة. واللي واللي هخف من عليه الجبنة ده، عندي ابن الصغير ما بيحبش الجبنة الحادقة، فمش هحط عليه كتير عشان هو ما بيحبهاش وما تظهرش في الاكل، عشان يرضى ياكل. هنحط بقى الفلفل كده نوزعه. وفرصة كمان اكلتهم الخضار كده فيه. وساندوتش مغذي وجميل. قومي جربيه لاولادك دلوقتي، ينفع في عشاء او في فطار، يبقى جميل جدا. اسم الله عليك يا حبيبي، بتكح. ايوه. هحط الجبنة كده. كده وزعنا عليه الجبنة اهي. واحطه بقى في الفرن اقل من 5 دقايق. اقل من 5 دقايق هيكون الجبنة ساحت معايا. انا مش عايزة اسوي الخضار، كمان البطاطس مستوية متحمرة معايا اهي. هحطه بقى كده في الفرن اقل من 5 دقايق، وطلع حاجة سريعة جميلة جدا اهي. والعيش خد تحميصة بسيطة كده، انا مش كنت عايزة احمصه قوي، بس جميل جدا. ولو لسه مكملة معايا لحد هنا، اعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل اشعاراتنا. السلام عليكم ورحمة الله.